حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله وعلى آلك المعصومين المظلومين. صلى الله عليك يا أبا عبد الله وعلى أمك المظلومة الزهراء وعلى أخيك وحامل لوائك أبي الفضل العباس ساقي عطاش كربلاء يوم كربلاء وعلى الدماء السائلات بين يديك يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة وأبا الأئمة روحي وأرواح العالمين ومن في الوجود لك الفداء يا قتيل العدا ومسلوب الإمامة والرداء. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما يا غريب يا مظلوم كربلاء يا محي الزوار يا ابو علي بطل تورث من أبيه شجاعة فيها أنوف بني الضلالة ترغم قسما بصارمه الصقيل وإنني في غير صاعقة القناة لا أقسم لولا القضاء لمح الوجود بسيفه والله يقضي ما يشاء ويحكم قلب اليمين على الشمال وغاص في الأوساط يحصد للرؤوس ويحطم. سؤال أو تشتكي عطش الفواطم عنده وبصدر صعدته الفرات الأعظم ما كر ذو بأس له متقدما إلا وعاد ورأسه متقدم مستعد ولا فهوى بجنب العلقم فليته للظامئين به يداف القم. هذا بجرحك
فمشى لمصرعه الحسين. وطرفه بين الخيام وبينه متقسم الفاه محجوب الجمال. ليش؟ لأن العمود خسف جبهته. الفاه محجوب الجمال كأنه بدر بمنحطم الوشيج ملثم. اسمع هذا البيت: قد رام يلثمه فلم ير موضعا لم يدمه عض السلاح فيلثمه. أحد السادة نزل إلى قبر العباس، رأى قبر العباس صغير، قال شلون صغير والعباس طويل القامة؟ نام ذيك الليلة، رأى في الرؤيا زين العابدين، قال: يا سيد أتظن أني رفعت جسما سالما؟ بل رفعت أعضاء مقطعة. شال الراية من التراب وشال الجود والجفين. تصور مولاك ها، شال الراية من التراب وشال الجود والجفين ومحن الظهر مثل القول عود للخيام حسين. أرجوك تتصور، مرة يطيح على اليمنى ومرة يطيح على اليسرى ومرة يطب على وجهه لأنه منكسور. مرة يطيح على اليمنى ومرة يطيح على اليسرى ومرة يطب على وجهه لأنه منكسور. شافت حالته زينب يبكي وشيبته حمراء، قالت: لوين عباسي ودمومك يا خويا منه؟ سكت ما جاوب اخت حسين، سوى وراح الخيمة الكافر، عمدها شاله وطاحت وزينب نادت: اش حاصل؟ عمود الخيمة شلته ليه؟ يعني راح ابوه. يا علي أعود عليك، يساعدوني أصحاب الصوت. سكت ما جاوب اخت حسين وراح الخيمة الكافر، عمدها شاله وطاحت وزينب نادت: اش حاصل؟ عليكم عليكم، عمود الخيمة شلته ليه؟ يعني راح، يعني راح ابو، يعني راح. ارجوك تصور هالموقف، أرجوك تتصورها بقلبك. السوى أبو علي، سوى يا علي كويل، قال أبو
أبو اليمة حضن أخته، أبو اليمة حضن أخته وقلبه هايج إحساسه. أقول يا لا يقلها قطعي الظن كفيلك خمد أنفاسه. خادمك الليلة ماني حضن اخته وهو ينادي وقلبه هايج احساسه. يا زينب قطعي الظن كفيلك خمد، كفيلك خمدا. ابو علي أشوف شيبتك فيها دم، وهذا الدم اللي بشيباته يختي من دم راسه. وإجت سكنة سايل يا عمي يا ابويا عمي في وين؟ قال لها انطبر راسه عليكم وصابوه بسهم. لكن ما نسيتك يا سكينة، جبت لكم صوغة من عمكم. شنو جايب؟ وجبت لكم ويايا شماله مع يمينه. لما راح المصرع اكو شيء جابه، لكن هالشيء خاص بزينب. شنو جاب؟ وهذه راية العباس يا اختي زينب خذيها. سامحني في هذا البيت ادريبه بجرحك. وهذه راية العباس يا اختي زينب خذيها، وإذا سلبوك من الخمار يا خي تستري بيها. وهذه راية العباس يا اختي زينب خذيها، وإذا سلبوك من الخمار يا خي تستري بيها. بعد وإذا شفتي لي فوق القاع بيها جروح شديها. قالت بروح إله بداوي بحط جفوفه على زنده. يحاكيها وهو على المشرع، القراية علي والدمع عليك. لا تجيني لا تجيني زينب ذبحك ونيني، لا تجيني زينب ذبحك ونيني، لا تجيني مقطعة شمال ويميني، لا تجيني السهام، لا تجيني
والسهم نابت بعيني لا تجيني العمد فاضخ جبيني. قالت يا خويا الماي ما يسوى ما يسوى وابو فاضل مقطع يسار اخويا والسهم نابت له يا خويا والعمد فاضخ له. جبينه الأمر لله والعاقبة للمتقين. السلام عليك يا باب الحوائج. انطلاقا من هذه الكلمة حديثنا حول الكرامة الإلهية في شخصية أبي الفضل العباس، وسيقع الكلام في نقطتين. الأولى حول سؤال، وهو هل يصح صدور الكرامة من غير النبي والإمام أم لا؟ والنقطة الثانية حول الكرامة الإلهية في شخصية أبي الفضل العباس. صلوا على محمد وآل محمد. دائما ما تسمع هذا السؤال، وهو أن المعجزة هل هي خاصة بالنبي والإمام أم لا؟ البعض يقول أن المعجزة خاصة بالنبي ولا يمكن صدورها من غير النبي أو الإمام. لكن هذا السؤال لو عرضناه على القرآن لأجاب بخلاف ذلك. المعجزة ما هي؟ المعجزة يقولون هي الأمر الخارق للعادة. هذا الكون قائم على نظام ثابت وعلى أسباب ثابتة، لو خرقت تلك الأسباب عد ذلك معجزة. الآن النار سنتها الكونية الإحراق، فلو ألقي شخص ولم يحترق عد ذلك معجزة كما كان لإبراهيم. الجماد لا يتكلم ولا يمشي، جماد، لكن لو تحرك الجماد أيضا عدت تلك معجزة لأنها خرق للعادة. لو أن مريضا مثلا به داء عضال
وقيل له إن شفاءك يحتاج إلى وقت طويل، أو أن شفاءك مأيوس منه، فلو أن هذا المريض في دقائق شوفي أيضا تسمى هذه معجزة. أعود إلى السؤال، هو هل أن هذه المعجزة حكر على النبي والإمام أم لا؟ نأتي إلى القرآن، نشوف القرآن هل ذكر لنا أناسا من غير الأنبياء ومن غير الأئمة قد جرت لهم معجزة أم لا؟ الآية التي استشهدنا بها في الليلة الرابعة أيضا نحتاج لها في هذه الليلة، عندما تكلمت الآية عن آصف بن برخيا، وقال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. إتيان العرشي من اليمن إلى فلسطين ألا يعد هذا خرق للعادة؟ والخرق للعادة بمعنى أنه معجزة. وآصف هل هو نبي أو هل هو لا، إنما هو وصي نبي كما ذكرت الروايات، وقد جرت المعجزة على يديه. بل هناك تجاوز، يقول أن حتى المؤمن إذا ترقى في مراتب الكمال يمكنه أن تصدر المعجزة منه. الحديث القدسي ماذا يقول؟ عبدي أطعني تكن، أقول للشيء كن فيكون، وأجعلك تقول للشيء كن. أنت إذا أطعتني وانتهيت عما أمرتك أن تنتهي عنه أوصلك إلى درجة عالية بأن تكون الأشياء تحت طوعك وتحت أمرك. والقصص كثيرة في أن مؤمنين لهم هذه المرتبة جرت المعجزة على أيديهم. فإذا ملخص المطلب الأول أن المعجزة يمكن صدورها من غير النبي والإمام بالدليل القرآني وبالحديث القدسي. الأمر الثاني، شخصية أبي الفضل العباس عليه السلام أوليس فيها مؤهلات تؤهلها بأن تصدر المعجزة منها أم لا؟ هناك مجموعة من العبارات صدرت في حق أبي الفضل العباس سلام الله عليه، وهذه العبارات لم تصدر من أي شخصية عادية، بل صدرت من المعصوم. مقولة الإمام الحسين سلام الله عليه عندما خاطبه وقال اركب بنفسي أنت، أي منزلة هذه؟ أن العباس يكون نفس الإمام الحسين. عندما يتكلم عن النبي وأمير المؤمنين شو يقول؟ وأنفسنا، يعني كما أن الإمام علي نفس رسول الله كذلك العباس هو نفس الإمام الحسين. وإذا قلنا نفس الإمام الحسين هل يمكن أن نفس الإمام الحسين تعصي الله؟ والعباس هو نفس الحسين. عندما نتكلم عن عصمة أبي الفاضل عليه السلام، أحد الشعراء كتب قصيدة في رثاء العباس، في جملة أبياتها يقول: يوم أبو الفضل استجار به الهدى، يعني أن الإمام الحسين استجار بمن؟ بأبي الفضل. والشاعر ينقي
يلقح قصيدته قبل أن يعرضها للجمهور، وهو يراجع القصيدة رأى أن هذا البيت لعل فيه خلل. قال: كيف أن العباس أو أن الإمام الحسين وهو معصوم يستجير بالعباس؟ فهومت عيناه بالنوم، رأى في عالم الرؤيا الإمام الحسين سلام الله عليه. قال له: أثبت البيت، لا تغير هذا البيت، لأني فعلا استجرت بأخي العباس. المعصوم الذي يستجير به الكون كله يستجير بالعباس، حتى تعرف ما هي المنزلة التي وصل إليها عليه السلام. عبارة الإمام الصادق سلام الله عليه عندما قال: رحم الله عمي عباس. احنا مو بس نتكلم عن الجانب البطولي والشجاعة في سيرة العباس، هناك جوانب معنوية راقية في حياته. رحم الله عمي العباس فقد كان نافذ البصيرة صلب الإيمان. فإذا هذه الشخصية بمستوى راقي، بل هذه الشخصية يعبر عنها كما يعبر عن السيدة زينب عليها السلام. السيدة زينب في إحدى زياراتها تقرؤون: السلام عليك يا تالية المعصوم، أي أنها تأتي بعد المعصوم مباشرة. كذلك أبو الفضل العباس له ذات المقام أنه يأتي بعد المعصوم. فلذلك لا عجب ولا غرابة أن يجعله الله بابا يقصد للحوائج. إذا ذهبتم إلى كربلاء تجدون هذه العبارة مكتوبة على أحد بوابات حرمه الشريف: السلام عليك يا باب الحوائج. أحدهم كان يخدم العباس، صعد إلى أعلى القبة وهو عند القبة ينظفها يلمعها، وإذ به سقط من أعلى القبة إلى الأرض على رأسه. وهذا السقوط نسبة عيش صاحبه قليلة. نقل إلى المستشفى مثل ما ذكرت قبل قليل أن أكو حالات لا يمكن علاجها، ولكن إذا تدخلت يد الغيب تلغي تلك القوانين كلها. وإذ بالأطباء يقفون وقفة الاستغراب بأن ذلك الرجل مشافى معافى كأن لم يصبه شيء. جاء أحد أقاربه قال له: ما الخبر؟ فقال: اعلم أني عندما أردت أن أقع من على القبة سلمت نفسي، بعد انتهى الأمر، وإذ بشخص قال لي: سلم، لعل هذا ملك الموت، أي سلم روحك. فقلت له: إن عندي أسرة وعائلة ليس لهم كافل. وتوجهت بقلبي إلى أبي الفاضل. يقول: إذ بي أرى العباس قد خرج من ضريحه من قبره، وقال: دعه لي. وإذ بذلك العبد كأنما وقف وقفة الامتثال لأبي الفاضل، وأنا الآن أعيش ببركة أبي الفاضل. ولو شئت لتحدثنا وتحدثنا ولم ننتهي.
يقول أحد العلماء إن للعباس معاجز لا يمكن إحصاؤها. ذلك المشلول يأتي ويدخل داخل الحرم معه التقارير الطبية يلقيها ويقول إني لا أريد العلاج منهم بل أريد منك الدواء والشفاء. أهل البيت وسائل. وإذ بذلك المشلول يقوم ويمشي كأن لم يكن به شلل ببركاته. شوف هالقداسة وهالعظمة لأبي الفاضل عليه السلام، أن كفيه الشريفتان قبلها 4 من المعصومين. قبلها أمير المؤمنين وأبو عبد الله الحسين وزين العابدين والإمام الباقر عليهم السلام. وأول شكاية تقدمها الزهراء بين يدي الله أن تخرج منديلا ملفوفا وتقول انتقم لي ممن قطع كفي ولدي. لأن العباس ولد من أولادها، أحدهم وقف على الضريح قال السلام عليك يا أبا الفضل يا ابن الزهراء، ثم قال لا السلام عليك يا ابن أم البنين. جاءته الزهراء في الرؤيا قالت له لماذا كسرت بقلب ولدي؟ ترى العباس عندي مثل واحد. وأول من أقام عليه مأتمن من؟ أبوه أمير المؤمنين. عندما جاء في يوم ولادته دخل الدار وجد أن زينبا قد حملت العباس على يديها تقول له مبارك لك هذا المولود، ولكن أبا إني أشعر أني متعلق بهذا الولد. قال لأنه كفيلك. قالت هذا كفيل الطفل الصغير؟ قال لكنكما ستفترقان ومن يفارق الآخر؟ قال أنت تفارقيه على بوغاء كربلاء. فداء لدموعك يا مولاي. وأخذ بيد الولد. وإذا واحد عنده ولد جميل وجهه مثل فلقة قمر تقول الرواية صار يمسح على كفيه ويبكي. قالوا لي ليش يبكي؟ ثم ينظر إلى عينه ويبكي بعد، ثم يقبل رأسه ويبكي. قالت له أفي ولدي عيب يا أبا الحسن؟ معلوم يجري بهالولد أمر مهوز، هلت دموعه وصاحبيها يم البنين. هالولد برض الغاطرية بينصر بسم الله شيال اللوى وكبش الكتف. لو تشوفين على اجتافه شايل الجود تقطع جفوفه ويحمل البيرق بلا زنود، ولا تنظرين براسه ضربتين. ويلا اعتدتم علي من يحضرون مجالسنا في الأعوام الماضية أننا ليلة العباس نتوسل به. من يتوسل لنا الليلة؟ يقول أحد العلماء كان كل جمعة يتوسل بالحجة، كل جمعة على هالحالة 40 وزادت على 40 حتى ضاق صدره. قال يا صاحب الزمان إني أريد الحاجة منك ولا أريدها من أحد غيرك حتى ولو كان عمك العباس. أريد حاجة منك
مو أريد من أحد حتى لو عمك العباس. وإذ به يسمع صوت يقول يا شيخ توسل بعمي، وإن كنت لا تعرف أنا أعلمك كيف تتوسل. إذا أردت أن تتوسل بعمي فقل يا كاشف الكرب عن وجه أخيه الحسين اكشف كربي بحق أخيك الحسين. عباس بهضم جيناك نبكي والدمع بالعين، والناجي بقلب ملهوب يا كاشف كرب الحسين. جيت لمجلسك عناي أنادي والدمع يجري، أنشدك تقضي الحاجة، أنشدك تقضي الحاجة، وانت بحاجتي تدري، بحق اللي صرخ يمك الآن انكسر. عليكم هذا لا تخيبني يا عباس يا كشف كرب الحسين، لا تخيبني يا عباس، وحق اللي قعد يمك وخلى راسك بحجره. أنا أقرأ وأنتم كيفكم على هواك. وحق اللي قعد يمك وخلى راسك بحجره، وسالت دمعة لما رديته على الغبر، لأنك تدري من بعدك يدوس الشمال. لا تخيبني يا عباس يا كاشف كرب. ينطيك لو ما ينطيك، يعطيك لو ما يعطيك، يتحمل ابو فاضل عليك بزينب الحورة. ساعدونا بالصوت هذا شبيه الليلة. عليك بزينب الحورة أقسم يا قمر عدنا، حلي ظلت بحيرة ومعاها جملة النسوان، راحت باليسر بعدك ووقفت وسطة الديوان. لا تخيبني يا عباس يا كاشف كرب، لا تخيبني يا عباس يا كاشف كرب. آخر قسمها قسمنا بالحسين وقسمنا بزينب، بعد منو باقي؟ ها؟ بمن؟ وهم عندي قسم ثالث يهيج قلبك وصبره، عليك اقسم يا ابو فاضل بامك فاطمه. انت قول عليك اقسم يا ابو فاضل، عليك اقسم يا ابو فاضل، بضلعها المنكسر. اسمع ضلعها المنكسر بالباب وعين الراحت بصدره. يلا آخر مرة، خلصنا يعني الآن اطلب حاجتك. يلا شيل ايدك لا تخيبني يا عباس يا كاشف. يلا مرتين، لا تخيبني يا عباس يا كاشف كرب الحسين، لا تخيبني يا عباس يا كاشف كرب الحسين، لا تخيبني يا عباس
الخطباء يرى الزهراء في الرؤيا، تقول له الليلة بتقرون المصرع. قالها ايه مصرع العباس؟ قالت عندي طلب. شنو؟ قالت اذا جبتوا سهم العين لا تقرون عليه. يقول انا قلت يمكن الرواية ضعيفة مو صحيحة يعني. قلت لها ليش مولاتي؟ قالت لأن العين هي اللي تحرس زينب، فإذا راحت العين يعني راح خدر زينب. نخلي العباس يقرأ لكم. ايش رايكم؟ الخطيب ابو فاضل الان يجي لحد الخطباء يقول له الليله بتقرا علي مصرعي. قال له ايه؟ قال قول لشيعتنا حدثهم قولهم الفارس اذا طاح من الفراش باي شيء يتلقى الان. هو الخطيب. أجركم الله. جاءت زينب بالطفل إلى أبي عبد الله. أخي انظر إليه وقد دلع لسانه وجف ثدي يا أمه. قال انظري زينب إلى القوم قد ملأت عند المشرعة. ماذا أصنع أختاه؟ قالت تعتذر مني إني ذاهبة إلى الذي لا يرد حاجتي. تروح وياها يا ولا؟ تبي تروح تنقضي حاجتك يا ولا؟ راحت ورا الخيمة وصارت تقول وراحت بالطفل تبكي لابو الشيمة. ابو فاضل عمدها وبيرق الليمة، وأول ما وصلت وقفت ورا تهل دموع والونات تخفيها. قام والسيف بيمينه يلوح كان هالواقفة زينب تون. قالت لا نعم زينب يا ايش عندك؟ إلي حاجة ورد اليوم. اللي عنده حاجة إلي حاجة. قالها يا ابنة الهادي شعبتيني يا زينب أمري وأمرك على كفو يا ولا. ايش عندك؟ قالت شوف عبد الله عطشان. تتحملون القسم يا ولا؟ قالها وحقمنا البتولة مكسرت الأضلاع. لا فوق الشريعة 100,000 دراع، لخليها جنايز تظل فوق القاع، ولأطفالك لجيب الماء يروي. أراد يطلع تعلقت به. اقعد ابو فاضل اقعد. ايش رايده مني زينب؟ قال انا بشارك لا تقول يا عباس يا صيوان خدري أنا خايف
أنا خايفة يا أبو فاضل ينهتك. مولاي ائذن لي بالقتال فقد سئمت الحياة. قال دع أطفالي يموتوا ونسائي يفنان، أنت كبش كتيبتي، وإذا غدوت يؤول أمرنا إلى الشتات وتنبعث عمارتنا إلى الخراب. كلكم خل الحرب وأم الطفل ولا يكون شاكتنا. ونزل عباس يتمرضع يحب ايده وجدم رجله تسايل والمدامع على الخد لما حنوا بك حسين وتحس. يقول حسين يا زهرة خيامي ترخصني أريد الحق عم يا خويا نحلت سكنك. شلون نحلت عظامك؟ قال هلت مدامعها يا خويا وقفت احدار وقالت يا عمي 3 أيام والله ما ضقت. يا علي يا علي. قال يا بنات علي وفاطمة هل ممنة ودعنا من حامل اللواء؟ حطنا عليه، هذه تشمه، هذه تضمه، هذه تنادي وتلك تنادي في دع. أقبل الحسين ضم الأخ إلى صدره يقول لو داعت الله وليتكم وحيد تخلفون. ركب والزام وقالهم تعرفون طلعت حدر اللثل مشك مثل الزلازل من حدر تسمع عيده حتم القضا وعزرائيل بيده اتبختر ملاقى الموت عيده عروس الحرب والعباس اتبختر بين زفافه ملابس تموج الخيل وجن الخيل ابو ماجور يا حبيبي ذب هذا وراء هذا لديه قلب اليمين على الشمال دخل في أوساطهم خرج من أعراضهم كشفهم عن المشرعة وضع في الماء قدمه لكن هل شرب من الماء؟ يشرب خاض الماء غرف غرفة تذكر للنخور ذب الماء من جفة وتحسى شلون اشرب وسكنة والحرام واطفال وظن قلب العليل التهب وظن موتي قراب والعمر ملأ القربة شدها شدا وثيقا هاجم عليهم
قال عمر بن سعد ويلكم لئن وصل بالماء إلى الحسين أفناكم. اجتمعوا عليه من كل جانب. خرج أبو عبد الله قال أخي استند إلي وأستند إليك، حامي عني وأحامي عنك، كرتنا خلجيه وحسين انت خوصال، عباس باليمنى وابو سكنة، عباس باليمنى وابو سكنة بالشمال. قال ابن سعد فرقوا بين العضيدين. هجموا على الخيام، خرجت زينب تنادي حسين. قال أخي ارجع إليهم. رجع الحسين، بقي العباس وحيدا. زحفت عليه الرايات، ترادفت عليه الصفوف، ترادفت عليه الألوف، وكمن له لعين من ورائه، شاهرا سيفه فاتحا باعه، ضرب العباس على يمينه. أخذ السيف بشماله. والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني وعن إمام صادق اليقين. جاء له زيد بن الرقاد، 3 صرخات: يا علي يا علي يا علي. شاهر سيفه فاتحا باعه، ضرب العباس على شماله. وإذ بحرملة وضع سهمه في قوسه. المعذرة يا زهراء، المعذرة يا أم الحسن. خدر زينب بيروح، خدر زينب بيروح. وإذ بالسهم وقع في عينه. أتته السهام كرشق المطار. سهم وقع في قلبه، سهم وقع في حلقه، سهم وقع في القربة. أريق ماؤها، أخرج ركبتيه لكي ينزع السهم. تمايلت رقبته، سقطت عمامته، بان رأسه. وإذ بحكيم بن الطفيل أخذ عمود. خسوف خسوف خسوف، بينخسف القمر. يا علي يا علي يا علي. أخذ العمود، أصاب رأس العباس. اسمعني أرجوك. مد ذراع على القربة لما انصابت أسهامه. مالت رقبته ويلي ومالت ويل العمامة. اسمع، وقع وتلقت الزهراء، وقع وتلقت الزهراء تمسح طبرة الهام. أرجوك تسمعني الآن. قالها يما قوميني، قالها يما قوميني، وجيب السيف واللامة. ايش بيسوي؟ ايش بيسوي؟ بجيب الماء من الجنة وبسقي حسين ويتامه.
وهو ينادي أدركني أدركني. من طاح القمر وحسين جاي يشوفه، لقى العباس لكن ما لقى جفوفه. وضع رأسه في حجره، قال أيها الآخذ برأسي اصبر حتى يجي أخويا. قال أنا أخوه. شال رأسه حطه بالأرض، شاله حطه بحجره. ليش؟ يقول لا تحط راسي بحجره، وبعد ساعة الشمر قاعد. قال أخي عندي سؤال. ايش عندك يا أخويا؟ قال شو اللي أذيك يا أبو فاضل؟ سهم عينك؟ قال لا. عمود؟ قال لا. أجل. قال الذي يؤذيني أن الشمر يسبي زينب. ثم مالت رقبته وفاضت روحه. صاحت في السما الأملاك ومنها الدمع يجري. شنو صار بالأكوان يا جبريل ما تدري. قال لهم صيحة المظلوم الآن انكسر، الآن انكسر. أسألك الدعاء. رجع للخيمة، استقبلته زينب. وين أبو فاضل؟ وينه؟ ما حاجاها، ما حاجاها. جاء إلى العامود مال خيمته، ذب العامود، طاحت الخيمة. صارت زينب من خيمة إلى خيمة. راح أخويا، راح أخويا، راح أخويا. قلها يا زينب راح عباس. قلها يا زينب راح الضغم اللي يرفع. لكن يا زينب وصاني بوصيه، قال لي سلم على الحرة الهاشمية وتعذرني لو ودوها سبية. أين الصارخون وزينب؟